الشام والحرب العظمى، الشام والحرب العظمى الكبرى القادمة قبيل خروج الدجال. هناك حرب عظيمة ستكون بالشام بين المسلمين وبين الروم، يعني بين النصارى، وذلك يكون في الشام إذ يتحزب النصارى على المسلمين بأحزاب عظيمة. جاء في صحيح البخاري أنهم يأتون في 80 غاية، يعني تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000، يعني أن عددهم 960,000، يعني 1,000,000 إلا 40,000. كل ذلك العدد من النصارى يتحزبون ضد المسلمين، لكن النصر يكون حليفا للمسلمين في آخر الأمر. ولكن متى هذا؟ بعد مقتلة عظيمة. ويسبق هذا الأمر أن بيت المقدس يعمر، إما باستيلاء المشركين عليه وإما باستيلاء المسلمين عليه. ثم بعد عمران بيت المقدس تخرب يثرب. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود، قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة الكبرى التي هي الحرب العظمى بين المسلمين وبين النصارى. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وهي اسطنبول المعروفة الآن بتركيا. تلك الديار تفتح للمسلمين بعد انتصار المسلمين على النصارى، تفتح من غير سلاح، وإنما كما جاء في صحيح مسلم لها جانبان، جانب من البر وجانب من البحر. فإذا قال المسلمون لا إله إلا الله والله أكبر سقط جانب، وإذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر سقط الجانب الآخر. وبعد فتح القسطنطينية يخرج الدجال. إذن كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من حال المسلمين في المدينة كما جاء عند أبي داود: يوشك المسلمين أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، بمعنى أن المسلمين يحاصرون في المدينة حتى يكون أبعد ثغر لهم، مما يدل على قوة حصار الكفار للمسلمين في المدينة، حتى يكون أبعد مسالحهم يعني ثغورهم سلاح، وهو موضع قريب من خيبر. إذن عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج المسيح الدجال. ثم لتعلموا أنه قبل أن تقع هذه الحرب الكبرى بين النصارى وبين المسلمين، قبلها يستولي النصارى على بلدان وخيرات المسلمين، إما استيلاء مباشرا وإما استيلاء غير مباشر. جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم حيث بدأتم، وعدتم حيث بدأتم، وعدتم حيث بدأتم. قال النووي رحمه الله: كون خيرات المسلمين تمنع عن المسلمين من هذه البقاع الثلاث يدل على أن النصارى يستولون على تلك البقاع الثلاث لما احتوته من الخيرات العظام. ولتعلموا أن هذه الحرب
التي ستكون بين النصارى وبين المسلمين يسبقها صلح بيننا، صلح آمن. قبل أن تقع هذه الحرب هناك صلح بين المسلمين وبين النصارى، وهو صلح آمن. وهذا الصلح الآمن الذي يجري بين المسلمين وبين النصارى يكون هذا الصلح صلحا على قتال عدو من غير المسلمين. أظن وأحتمل والعلم عند الله أن هذه الحرب تكون ضد إيران، هذا مجرد احتمال، ويؤكد ويقوي هذا الاحتمال ما جاء في صحيح مسلم. وانظروا إلى ترتيب هذه الجمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم، قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون الفرس، والذي يتبنى الفرس الآن هم إيران. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون الفرس فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون الروم الذين هم النصارى فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون الدجال. كون الدجال يذكر بعد انتصار المسلمين على الروم يدل على هذا. ثم تغزون الروم فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله عليكم. هذا مجرد احتمال حسب ما ظهر من هذا الحديث، والعلم عند الله. وهذا الصلح الآمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود، إذ قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا. اسمعوا: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من سواكم فتسلمون وتغنمون. فبينما هم، يعني النصارى والمسلمين، فبينما هم في مرج ذي تلال رفع رجل من الروم الصليب فقال: غلب الصليب. فيقوم رجل من المسلمين فيقتله، ثم ما الذي يجري؟ تقع الملحمة الكبرى. تلك الملحمة الكبرى وتلك الحرب العظمى تقع في الشام، أي في سوريا، قريبا من حلب وقريبا من دمشق. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم أن المسلمين ينزلون بدابق وبالأعماق، وهي قريبة من حلب، فينزل المسلمون في هذه المدينة. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند ما يكون من شأن دمشق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن فسطاط المسلمين، يعني مكان تجمعهم أثناء الحرب، إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، من خير منازل المسلمين يومئذ. ولتعلموا أن الله جل وعلا يمن على طائفة من هؤلاء النصارى فيسلمون، ثم يحاربون مع إخوانهم المسلمين ضد النصارى، كما جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم. وتلك الملحمة الكبرى عباد الله بينت في حديث ابن عباس أنها تكون 4 أيام. تكون هناك مقتلة عظيمة في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث، وفي اليوم الرابع يقوم المسلمون قومة واحدة. بل كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم أن هناك جيشا من المدينة يخرج لمساندة المسلمين في الشام، في صحيح مسلم: فيخرج إليهم جيش من المدينة. قال صلى الله عليه وآله وسلم:
فيهزم الله ثلثهم لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل الثلث الثاني هم خير الشهداء، ويفتح الثلث الآخر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفتنون أبدا. ثم بعد هذه الحرب وبعد هذا الانتصار يكون فتح القسطنطينية من غير سلاح، إنما هو بالتكبير وبالتهليل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فبأي غنيمة يفرح؟ كيف يفرح بالغنائم والدجال قريب؟ بعد أن تحصل هذه المعركة الكبرى فتفتح القسطنطينية على آثر هذا الانتصار، يخرج المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيخرج الدجال ثم يخرج عيسى، ثم بعد ذلك تقع العلامات الكبرى الأخرى.